أهلا بكم. لقد خذلني الجميع حتى فريقي المفضل. أداء الزمالك السيء للغاية خلاني أفكر وأعيد النظر في مسألة حبي لكرة القدم. أنتوا متفاجئين ليه؟ ما أنتوا عارفين إن الماتشات المهمة بتضيع، كل الأعذار كاذبة ومن يريد يستطيع. السؤال اللي هيعفرتني من الصبح هو مين اللي كان بيلعب 10 النهارده في الملعب؟ ده سؤال ملوش إجابة بالنسبة لي على الإطلاق. شوية أشباه لاعبين مفيش لاعب فيهم ذكر ولا راجل يستاهل يمشي أساسا جنب سور النادي. منه لله اللي جابهم للنادي من الأساس وعملهم لعيبة أساسا. جوزفالدو فيريرا كمل عندي كمل، يمكن تغير نظرية المنطق ويمكن تغير المنطق وتخترع نظرية جديدة. سبحان الله، ريق أبونا نشف في طريقة 4-3-3 وانت لسه مكمل، واللي في دماغك بادئ الماتش وكسبان 1-0 وطرد في اول الماتش مشكوك في صحته اساسا، لان ببساطة الجزيري مش مسيطر على الكرة بنسبة 100% وعامل خطأ قبلها في اللعبة من البداية، مش تحضين، ده كوع في قلب احمد سامي. يا جوزفالدو فيريرا، لو انت فقدت السيطرة على اللعيبة وفي ناس عايزاك تمشي فارحل. الحاجة التانية، لو ما عدتش قادر تقدم جديد ارحل يا حبيبي. سبحان الله، محمد عبد الغني الشوط الاول عمل 2 اسيست لعيبة بيراميدز بجوال، بس ما جوش للاسف. هتتعوض يا محمد، ما تزعلش، الماتش الجاي امام الاهلي. عمر جابر، زيزو بيبص لعمر عشان عمر يرفع عرضية، عمر بيرجعها له تاني عندما تعطي الذكاء للأغبياء فيزدادوا غباء. زيزو شيكابالا كابتن الفرقة المفروض يلم اللعيبة ويخليهم يسترجلوا، والتاني زيزو بسم الله ما شاء الله طول الماتش بلا استثناء. أهم حاجة إنه يتعصب على الحكم وعايز كل لمسة في فاول. والحمد لله ان بانينكا ما كانش عايش وشاف ضربة الجزاء، لانه لو كان عايش وشافها كان مات بسببها النهارده. سيف الدين الجزيري اخره يتحط على علب السجاير في تونس الشقيق. سامسون، اللهم صل على النبي، سامسون ورؤى اول ما شفتهم على الخط قلت خلاص كل مشاكل الزمالك اتحلت. اللي ما شافش بيليه واللي ما اتفرجش ولا لحق باتيستوتا واللي ما استمتعش بالظاهرة رونالدو يتفرج على سامسون البنيني وهو واكل ورث اخواته في بنين وجاي يلعب في الزمالك. ده اخره يضرب طول الضلع في نفسه يطلع مساحة وشه. لاعب فوق الخيال ملوش اي 30 لازمة، لا اجريسيف ولا مهاري ولا اصلا ليه في اي التحامات. ما كناش محتاجين وقت ان احنا نحكم عليه. سبحان الله. عموما حسام عبد المجيد اصغر لاعب في الاسكواد، ارجل لاعب في الفريق، اللي هيشيلنا تحت اي ظرف هنتشال على الراس. عبد الشافي عاصر اجيال معفنه دايما كتير وهو دايما ارجلهم. سبحان الله، بيني وبين الزمالك في علاقه كبيره. انا مثلا بشجع الزمالك وعلاقه متبادله. تقول لي ازاي؟ هقول لك بشجع الزمالك من زمان والزمالك برضو بيشجعني بس على الانتحار.